السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم وصباحكم جميعا بكل خير. هنستكمل مع بعض أسعار العملات المصرية القديمة. النهارده هنتكلم عن أشهر بارزة في تاريخ مصر، وهي ال10 قروش الورقية اللي تم طباعتها لقانون 50 سنة 1940. بموجب القانون ده تم طباعة مجموعة من الأوراق النقدية فئة ال10 قروش البارزة وال5 قروش الشلن، وتم تداولهم في الأسواق على مدار سنوات لحد ما تم وقف التعامل بيهم. مرت البارزة بمراحل كتيرة جدا. مرحلة الدولة المصرية وهي الفترة الجمهورية، مرحلة جمهورية مصر ودي مش موجودة معايا لكنها مطلوبة، مرحلة الجمهورية العربية المتحدة سنة الوحدة بين مصر وسوريا اللي كانت بتتداول في مصر وفي سوريا في نفس الوقت، ومرحلة جمهورية مصر العربية اللي موجودة مع معظم الناس وبتتباع بالباكو. أشهرهم وأنظرهم هي دي الدولة المصرية زي ما حضراتكم شايفين، سعرها بيعمل من 2000 ل 5000 جنيه. الجمهورية العربية المتحدة من 100 ل 150 ل 200 جنيه لو زيرو. جمهورية مصر العربية مش مطلوبة بتتباع بالباكو. وفي جمهورية مصر فقط ودي سعرها بيوصل لحد 3000 جنيه لو بحالة الأنصر. معظم الناس بتبعت الشلن والبارزة ويقول إن هي تم إصدارها سنة 1940. هي تم إصدارها لقانون 50 1940، لكن سنة الإصدار الحقيقة ما بتكتبش لا على البارزة ولا على الورق، كله صادر لقانون 50 1940. الدولة المصرية هي اللي مطلوبة زي ما قلت لحضراتكم، ودي شكلها، ده الوجه وده الظهر، بيبقى مكتوب عليها 10 قروش في المنتصف اهيت، وهنا الدولة المصرية، وده للعهد الجمهوري، بترمز للعهد الجمهوري زي ما حضراتكم شايفين. أغلى واحدة في البارزة الورق سعرها بيعمل من 2000 ل 5000 جنيه. دور وابحث عن كنوز العملات المصرية القديمة، دور وابحث عن جمهورية مصر فقط، لأن سعرها بيوصل ل 3000 جنيه، من 1000 ل 3000 على حسب حالتها. العملات المصرية القديمة كنز مدفون، ابحث عنه. تابعني على التيك توك محمد حكيم، لايك ومتابعة واكسبلور. على اليوتيوب قناتنا محمد حكيم بورسعيد، تابع معانا كل جديد. واشكر حضراتكم واشوفكم على خير، وكل سنة وانتم طيبين بمناسبة أعياد شم النسيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.